بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم غالياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نشكركم بزاف بزاف بزاف، المشتركات الوفيات تاوعي، جنود الخفاء اللي راهم مسانديني بالتعليقات الجميلة نتاعهم، بالتشجيعات نتاعهم. نشكركم بزاف بزاف بزاف، فرحتوني كي طلعتوا في القناة الثانية تاعي. ان شاء الله يا ربي يعطيكم واش راكم متمنين كي راكم مسانديني في القناة الثانية نتاعي. الفيديو تاع اليوم خصصته راح نحكي لكم كيفاش كانت تجربتي في القناه تاعي الاولى، لانه جاتني تساؤلات بزاف 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 على من المشتركات تاوعي على القناه نتاعي الاولى والمشاكل، وعلى واه كاين اللي فهم وكاين اللي ما فهمش. ما عليكم البنات حبيباتي غير تكملوا الفيديو من الاول للاخير هكذا باش تستفادوا كامل وما توقعوش ايضا انتم في الاخطاء اللي كنت انا يعني نديرهم، لانه الدال على الخير كفاعله، لانه ما راح نخسر حتى شيء. يعني كي ننصحكم نصائح ويعني تجربه يعني كنت جربتها حوالي عام وشهرين، عام وثلاثه في اليوتيوب. يعني تجربة يعني مليحة مليحة مليحة، باش ناخذوا عبرة، ناخذوا نصائح. راح نعطيكم نصائح يعني بزاف 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 مليحة وقيمة. تبعوا الفيديو من الأول للآخر. كامل تعرفوا الشروط تاع اليوتيوب. يعني اصعب شرط هو شرط 4000 الساعه. يعني باش تحقي شرط 4000 ساعه في ظرف يعني عام، يعني صعيب شويه صعيب. كيما انا كانت عندي تجربتي في القناه تاعي الاولى، يعني فات لي العام وما حققتش الشرط تاع 4000 ساعه، يعني لحقت حوالي 3500 3600. لسوء الحظ يعني لحق عليا العام، يعني كان عندي ظروف تاع مرض تاع عمليه وكما تعرفوا كل شيء وذاك، يعني ما لحقتش اني نكمل الشروط. يعني كيما اليوتيوب يعني داير في السياسه تاعو انه كيما كي تكملي العام راح يحذف لك المشاهدات تاع اول شهر يعني اللي فتحتي فيه القناه. لا علينا، انا فاتت القناه تاعي يعني العام وما حققتش الشروط، ولكن لاحظت انه المشاهدات تنقص لي مش غير تاع الشهر الاول. يعني لقيت روحي كل ما نبارطاجي فيديو يعني تنقص لي الساعات يعني بالمئات، يعني لحقت لي حتى ل 800 900 ساعه، حتى في ظرف يعني 3 ايام 4 ايام. يعني بعد ما لاحظت يعني هذا المشكل هذايا، يعني قررت انه نفتح قناة ثانية وندارك الاخطاء نتاعي اللي كنت نقع فيها في هذه القناة الاولى. الحمد لله يعني فتحت القناة هذه. يعني لحد الساعة راها في تصاعد يعني أولي، ولكن بدون مشاكل، بدون مخالفات، بدون إنذارات، وأيضا ولا حقوق الطبع والنشر. هذو هما الأسباب يعني الرئيسية اللي تخلي قناتكم يعني ما تتقبلش، لأنه سياسة اليوتيوب يعني في العام الجديد تاع 2025 يعني سياستها راها صارمة صارمة صارمة. راح تكون يعني حتى ويكون عندك انذار واحد، مخالفة واحدة، يعني راح من تقدمي يعني القناة تاعك حتى وتحقي الشروط راح تقدميها يعني للمراجعة. تأكدي انه ما راحش تتقبل لك سواء في المراجعة الاولى ولا الثانية، وراح توصلك حتى المراجعة الثالثة باش تتقبل لك يعني القناه تاعك. راح تاخذ لك يعني وقت اطول اطول اطول. يعني اذا فاتت لك العام يعني اتاكدي حبيبتي راكي راح تتعبي بزاف بزاف في هذا القناه كيما تعبت انا. والله يا البنات يعني عن تجربة. شوفوا يعني كنت من ذاك يعني مبارطاجي زوج فيديوهات يعني كل يومين. يعني انا مبارطاجي من واليوتيوب يحذف لي يعني ساعات وساعات وساعات وساعات. يعني عن تجربة عن تجربة عن تجربة. يعني اذا لاحظتوا هذا المشكل نتاعكم يعني اديركوا الاخطاء ولا افتحوا قناة اخرى بايميل واحدة اخر كيما فتحت انا، يعني ما راحش تلقاو يعني حتى مشكل. راحين تفتحوا زوج قنوات يعني ولا اكثر، يعني لديك القدرة انك تفتحي زوج قنوات اكثر يعني في تليفون واحد. يعني ولكن يعني كل قناة يعني بايميل. من الاحسن انه كل قناة تكون بايميل جديد، هذا باش تتفادي اي مشاكل وقعت لك يعني في اي قناة راح توصل راح تلحقك يعني في القناة الثانية. لا علينا البنات، انا كنت يعني راح نعطيكم يعني مثال يعني اللي كان يعني سبب لي يعني مشكل في القناه تاعي.
كما حقوق الطبع والنشر. من الأحسن أنكم تتفادوا الموسيقى، تتفادوا القرآن، تتفادوا الأناشيد القرآنية، يعني كل أنواع هذا، يعني الموسيقى هذه اللي تكون فيها حقوق الطبع والنشر وتكوني يعني ما كيش متأكدة أنه عليها حقوق الطبع، تفاديها. ايضا الانذارات والمخالفات، يعني لازم تكون يعني الفيديو اللي راح تبارطاجيه لازم يكون من تصويرك، لازم يكون المونتاج تاعك، الصوت نتاعك، هكذا باش تتفادي انه يجيك مخالفة ولا انذار. ايضا سبب اخر ثاني البنات، واللي هو انك تصوري يعني لايف ولا حاجه، يعني ما بار اكزومبل من التلفاز ولا، هذه ايضا انذار يعني خطير راح يجيك في القناه نتاعك. انا صارت لي مشكله من هذه المشاكل، يعني ولهذا اني تخليت على القناه الاخرى، يعني ماشي تخليت عليها، راني نخدم على هذه القناه، ويعني مع مرور الوقت راح نعاود نرجع القناه الاخرى ونبارطاجي فيها. واكيد ايضا يعني حبيبتي، يعني اذا تعبتي على القناه تاعك في الفتره يعني الابتدائيه، الفتره الاولى يعني 3 شهور 4 شهور، اكيد 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 اتاكدي انه يعني التعب تاعك ما راحش يروح هباء منثورا، راح تحققي الشروط نتاعك باذن المولى عز وجل، وراح تفرحي يعني بالنجاح نتاعك، يعني بكل وش متمنياته، يعني الشيء اللي كنتي متمنياته راح تحققيه باذن الله عز وجل. كما انا الحمد لله قناتي يعني هذه الثانيه راها في تصاعد، يعني راني يعني في اكثر نشاط وحيويه يعني وتحمس، يعني بعد يعني الاخطاء اللي كانت عندي الحمد لله يعني دايركت الاخطاء نتاعي في القناه هذه الثانيه، وباذن الله عز وجل راح نحقق الشروط يعني معكم ان شاء الله يا رب العالمين. يعني نصيحة من ذهب، يعني استمروا يعني في نشر الفيديوهات، يعني انشري يعني بالشي اللي قدرتي، يعني ماشي عيب انه الانسان ما عندوش ولا الامكانيات ما عندوش، المهم المشاركة يعني والاستمرارية، هذه هي الحاجة يعني المهمة اللي اليوتيوب يطلبها يعني منا حنايا. مادام فتحتي قناة لازم يعني تستمر يعني بالبارتاج تاعك، يعني بأبسط اشياء حبيبتي، يعني ما تحشمي بحتى شيء، يعني ربي سبحانه خلق الغني وخلق الفقير، كيما عندك صباع يديك كامل ما مش قد هكذايا، يعني كيما حنايا كيما انا يعني مبارطاجي يعني بالشي اللي قدرت. يعني الفقر ما هو شي عيب، يعني والإنسان يعني والمرض أيضا ما هو شي عيب، وإنما عجز، يعني عجز صغير. أنا من ذاك يعني نكون مريضة يعني نتهاون شوية، يعني سمانة 10 أيام، الله غالب، يعني كل انسان وظروفه، ولكن يعني ننصحكم بالاستمراريه هكذا باش يعني القناه تاعكم تستمر وتزيد يعني تكبر وتحققوا الشروط وتحققوا يعني واش راكم متمنين ان شاء الله يا رب العالمين. وبما انه رانا في الشهر الفضيل، يعني اغتنموا الفرصه وتقربوا الى ربي سبحانه بالدعاء، بالصيام، بالقيام، والتسبيح ايضا، وقراءه ولو صفحات يعني من كتاب الله عز وجل. اكيد راح يعني يسهل لك ربي سبحانه، يعني كل حاجه كانت ميسرها لك يعني الانسان، ولا اي حاجه كانت معسوره لك اكيد راح تسهل لك، راح يستجيب لك ربي سبحانه، راح يسهل لك اعباء الحياة، وراح ييسر لك امورك يعني وحده بوحده. ان شاء الله يا ربي نكون فتكم في الفيديو هذا يعني بحوايج بزاف من النصائح، يعني من الاخطاء اللي كنت يعني نعمل فيها يعني في القناه نتاعي الاولى. ان شاء الله يا ربي ما توقعوش في هذه الاخطاء يعني بتاتا يعني في القنوات تاعكم. ان شاء الله كل وحده يعني حابه توصل الحاجه يعني باذن الله تعالى توصل لها، وانا معكم بطبيعه الحال. ان شاء الله اعطيتكم نصائح يعني من ذهب، خبوها البنات اكيد راح تلقاوها في يوم من الايام ان شاء الله يا رب العالمين. ومسك الختام نقول لكم رددوا معي: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، اللهم اجعلنا من اهل الجنه، اللهم يسر لنا امورنا وبارك لنا في رزقنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، نحن عبادك الضعفاء، اللهم بلغ عبادك المؤمنين بليلة القدر، أنت القادر على كل شيء. ما بقى لي غير نقول لكم صح فطوركم وصح سحوركم، ورمضان كريم لكل المشتركين وجنود الخفاء. سلام إلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد.